احنا اتكلمنا عن ان السجاير بتعمل ايه في جسمنا، او السجاير تحديدا بتعمل ايه في الرئه بتاعتنا. السجاير مبدئيا كده ما بتسيبش عضو في الجسم الا وتعمل فيه مشكله، من اول شعرك لغايه صباع رجلك الصغير ما بتسيبش عضو الا وتعمل فيه مشكله. بس خلينا نتكلم دلوقتي على الرئه. ايه المشاكل اللي ممكن تعمل لها في الرئه؟ اول حاجه كده هي من اشهر اسباب السرطانات بتحصل بسبب السجاير، بل في بعض السرطانات بنسبتها بتزيد لو الشخص مدخن عن الشخص غير مدخن. وطبعا السجاير هي بص يعني ايه، من اللي هو من فمك لغايه جهازك التنفسي كله بتعمل سرطانات في كل حته بقى في الجهاز التنفسي. خلينا نتكلم بقى على حاجه غير السرطان. السجاير في عمليه التنفس نفسها بتضرني في ايه؟ ايه اللي بيحصل بعد فتره من شرب السجاير؟ ايه اللي هيحصل في الجهاز التنفسي بتاعي؟ اللي بيحصل ان السجاير تعتبر حاجه اللي هي ايه، irritant. يعني ايه؟ يعني حاجه بتستفز الجهاز التنفسي بتاعك، او بتستفز الرئه والحويصلات الهوائيه، وهي حاجه مش كويسه بالنسبه لك. فالدخان لوحده بيغيظ الرئه والخلايا بتاعها، بتخليها تفرز مخاط. فالمخاط ده لما بيطلع بيسد المجرى الهواء اللي موجود في الجهاز التنفسي. يطلع مخاط كتير يسد لك مجرى الهواء، فتلاقي الشخص مش عارف ياخد نفسه بشكل طبيعي زي ما الانسان العادي بياخد نفسه. يعني مثلا لو انسان عادي طبيعي بياخد نفس، لو قلت له مثلا خد نفس جامد، قلت له خرجه، هيقوم عامل كده وخرجه مره واحده باريحيه من غير اي تعب، من غير اي مجهود. تعالى بقى لو شخص تعبان، او لو شخص بيشرب سجاير مدخن، بعد فتره من شرب السجاير ايه اللي بيحصل؟ لو قلت له خد نفس جامد، خد نفس جامد، حرفيا هو بيجي يطلعه بيتخنق بالهواء بتاعه. انت فاهمني؟ يعني هو بيجي يطلعه، انا المفروض في اول ثانيه اخرج 80، الانسان الطبيعي في اول ثانيه يخرج 80% من الهواء اللي تنفسه. الشخص المدخن بقى في اول ثانيه دي ما بيقدرش يخرج، ممكن 50%. بتفضل النسبه تقل بقى على حسب هو بيدخن بقى له قد ايه، ممكن تقل من 80 ل 70 ل 60، ممكن توصل 40 30. انت فاهمني؟ يعني حرفيا بياخد النفس بقى يعني اللي هو ايه، بيبقى في حاجه بنسميها احنا عندنا ايه اللي هو ايه، بتحبس الهواء جواه. يعني الهواء بيزيد جوه الرئه بطريقه مبالغ فيها، بسبب ان انا مش عارف اخرج الهواء كويس. ده نوع من المشاكل اللي بتعمل، وبنسميها اللي هو التهاب في البرونكايتس، التهاب في الايه، في البرونكاي. المهم، ممكن حاجه تانية بتعملها. الرئه بتاعتنا كويسه وحاجه نظيفه وما شاء الله، ربنا عامل لنا حاجه يعني جميله جدا جدا في اللي هو في عمليه تبادل الغازات، والسطح بتاعها من جوه يعني مناسب وملائم لعمليه تبادل الغازات، ومعمول بحكمه. لو حاجه اتغيرت فيها فمشكله. السجاير بقى برضو الريتنت، حاجه بتغيظ الجهاز التنفسي بتاعك. بتخش جوه بقى في زي حواجز بين كل ايه، في جوه الرئه حويصلات هوائيه، وبين كل حويصله وحويصله زي حواجز كده. الحواجز ديت السجاير بيخلي الجسم يفرز هرمون معين كده يكسر لك الحواجز ديت، فتلاقي الرئه مفتحه على بعضها. حرفيا الرئه مفتحه على بعضها لدرجه ان هي بتوصل ان الصدر بتاع الشخص اللي بيتنفس ده بنسميه باراليل شيست، بيبقى عامل زي البرميل من كتر ما الرئه الحويصلات جوه فتحت على بعضها، والهواء فضل يعني اللي هو الشخص بيتنفس ويجي يتخرج الهواء بصعوبه، فشويه من الهواء اللي هيدخلهم يتحبسوا جوه، فالرئه بتتمدد، فتخلي الشيست يتمدد هو كمان، فتلاقي صدر الشخص ده صدره شبه البرميل. انت فاهمني؟ ده يعني اللي هو ما عادش بيعرف يتنفس زي الانسان الطبيعي. يعني هو بوظ نفسه، ضيع نفسه. دي حاجه. وانا خلينا هنا اتكلمنا دلوقتي على الرئه بيحصل فيها ايه. في بقيه السلسله بقى اتكلم لك على كل عضو في جسمك السجاير بيحصل فيه، لان حرفيا السجاير بتدمر جسمك كلها. اصل خليني اقول لك مثلا، انا خدت، انت مثلا يعني ايه، خلينا بالترتيب كده. انا خدت السجاير ديت بوظت لي الجهاز التنفسي بتاعي. لما بوظت لي، فتحت لي الحويصلات الهوائيه على بعض كده، والحويصلات الهوائيه بقت واسعه ومتمدده بسبب ان الهواء محبوس جواها. بيحصل حاجه اسمها اير ترابنج، الهواء بيفضل محبوس جوه الرئه، فالحويصلات الهوائيه توسع والصدر يوسع، ودنيا كده بتحصل. فيجي الدم معدي، المفروض الدم بيعدي على الرئه تقوم عاطيه له اكسجين، واخده منه ثاني اكسيد الكربون. الشخص بقى المدخن اللي هو الرئه بتاعه دمرها بالسجاير،
يجي الدم معدي الرئه ما تقدرش تديله اكسجين، لانك انت بوظت السطح اللي كان بيحصل على تبادل الغازات، وسعته زياده عن اللزوم، بوظت الحويصلات الهوائيه، بقى في حاجه مش طبيعيه، فتاجي الرئه تدي اكسجين للدم، ما تعرفش تدي اكسجين زي ما كانت بتدي الاول، فالاكسجين فالدم يروح للقلب ناقص اكسجين، فاللي يحصل ايه؟ القلب يحتاج يعوض النقص في الاكسجين ده، فالقلب يقعد يضخ جامد بقى على اساس ان هو يعوض النقص في الاكسجين، فالقلب نفسه يتعب. تخيل معايا كده، القلب نفسه بيتعب، لان انت عمال بتخليه يشتغل اكتر من طاقته، لان انت الجسم محتاج اكسجين، وانت بوظت الرئه فما عادتش عماله تعرف تدي للدم اكسجين كويس، فالقلب نفسه يوصل له اكسجين قليل، فتلاقيه بيضخ بسرعه عشان يعوض النقص في الاكسجين دي، لان الاعضاء محتاجه اكسجين عشان تعيش. الكليه تلاقي الاكسجين نفسه جاي لها قليل، فالكليه تخش في نفس، لو الاكسجين فضل يوصل لها قليل لمده طويله، اللي بيحصل بقى ايه؟ ان الكليه نفسها، الانابيب بتاع الكليه اللي موجوده فيها يحصل فيها مشاكل وتموت، تبقى على ابواب فشل كلوي. المخ اول عضو بيتاثر، المخ ما يقدرش يستحمل دقايق من غير اكسجين، المخ يتاثر، ولما يتاثر للاسف الجزء اللي بيموت فيه ما بينفعش يتعوض تاني، فاللي هو كل عضو في جسمك السجاير بتعمل فيه مشكله. يا عم ده صوابع ايديك، والله صوابع رجليك بيحصل فيهم مشاكل بسبب التدخين، بيحصل فيهم التهاب في الاوعيه الدمويه اللي موجوده في في اطراف صوابعك ديت، بسبب اشهر سبب ليها هو التدخين. يا عم انا عندي في الكليه لو جالي سؤال انا ما اعرفش الاجابه بتاعه، بيقول لي مثلا اشهر سبب بيعمل المرض الفلاني، وانا مش عارف المرض ده ولا عارف بيتكلم عن ايه، ولقيت في الاجابه التدخين، هختار التدخين. انت فاهمني؟ التدخين ده هيخليك بعد فتره تشتري الهواء بفلوس، فاللي هو اتق الله في نفسك والله.